بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الدرس الجديد والذي سوف أشرح فيه طريقة استرجاع جميع بياناتك الخاصة من ملفات، صور، مقاطع، فيديوهات إلى غير ذلك، من بعد ما قمت مثلا بعمل فورمات عديدة، آلاف من الفورمات لجهازك مثلا، فقد تستطيع استرجاع البيانات المفقودة عبر برنامج قوي في هذا المجال. فإذا كنت من الأشخاص مثلا الذين يوما ما اضطررت أن تعمل فورمات لجهازك وفقدت بعض البيانات الخاصة بك وتريد استرجاعها، فهذا البرنامج يتيح لك هذه الخاصية بطريقة بسيطة جدا. كل ما عليكم فعله أحبابي في الله، إذا كان يهمك الأمر فقد تقوم بتحميل هذا الملف المضغوط. بعد التحميل تقوم بفك الضغط عليه على أساس يعطيك مجلد بهذا الشكل. الرابط سوف أضعه أسفل الفيديو على ميديا فاير دائما. بعد أن يعطيك مجلد تقوم بفتحه مباشرة وتضغط على الأيقونة على أساس تثبيت هذا البرنامج الصغير حجما والكبير في وظيفته. نضغط كما هي العادة على next, I accept, next. تضع العلامة على هذا الاختيار الأول، ثم تضغط على next install، وتصبر لحين ما يثبت البرنامج بطريقة سريعة جدا. بعد ذلك تضغط على فينيش وخلاص سوف تحصل على أيقونة على سطح المكتب بهذا الشكل. هذه هي أيقونة البرنامج المهم جدا أحبابي في الله. كل ما عليكم فعله هو فقط الضغط عليه مرتين على أساس فتح البرنامج والتعرف على طريقة استرجاع جميع بياناتك الخاصة بعد عمل فورمات عديدة لجهازك. فما يهمنا في هذا الأمر هذا الاختيار أحبابي في الله، نضغط عليه مرة واحدة بهذا الشكل. بعد ذلك سوف يدخلك إلى الصفحة بهذا الشكل. هنا إذا أحببت تخصيص بعض الملفات التي تريد استرجاعها، مثلا تقوم بإزالة العلامة على هذا الاختيار الموجود هنا على هذا المربع، ثم تختار الملفات التي تريد استرجاعها. مثلا إذا كنت تريد استرجاع الصور تضع العلامة على الأيقونة المربع الخاص بالصور. مقاطع فيديوهات إذا كنت تريد ذلك مثلا إلى غير ذلك، بعض الملفات الأرشيفات وينرار إلى غير ذلك، مجموعة من الأشياء التي إذا كنت مهتم باسترجاعها فقد تضع العلامة عليها. فإذا كنت تريد استرجاع الجميع تقوم بوضع العلامة على هذا الاختيار، بوضعك العلامة على هذا الاختيار تكون بذلك قد اختار جميع هذه الملفات على أساس استرجاعها. بعد ذلك مباشرة تضغط على next وسوف يدخل لك إلى صفحة بهذا الشكل. هنا يعطيك القرص الصلب الرئيسي الخاص بجهازك وحجمه، وهنا إذا كنت قد قمت بوضع بعض الفلاش ميموري فسوف يظهر هو الآخر هنا في هذه القائمة، وهو نفس الحال بالنسبة لي أنا شخصيا هنا. فما يهمنا هو القرص الصلب الرئيسي الخاص بجهازي، فأضغط عليه مرة واحدة ثم أضغط على النكس مباشرة. طبعا هنا بعد الضغط على النكس البرنامج سوف يحاول البحث عن الأجزاء المقسمة من القرص الصلب الرئيسي الخاص بجهازك طوال مرات عملك لفورمات لجهازك. بهذا لا في هذه الحالة فقط ما عليك إلا بالانتظار لحين ما يتم التعرف على الأجزاء المقسمة من القرص الصلب الرئيسي الخاص بجهازك. ولنا عودة أحبابي في الله بعد أن يتم البحث عليها، لأن هذه المرحلة تأخذ نوعا ما وقت 8 دقائق في حالتي أنا شخصيا. لهذا سوف نرجع أحبابي في الله بعد أن يتم التعرف على جميع هذه الأجزاء. طيب أحبابي في الله، بعد اكتمال البحث عن جميع الأقسام الخاصة بالهارد ديسك التي قمت أنت شخصيا بتقسيمها قبل أن تقوم بعمل فورمات عديدة لجهازك، فسوف لقد قام بالبحث عليها ومباشرة سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل أيضا، بحيث أنه سوف يتم البحث مباشرة عن جميع الملفات الخاصة بك قبل أن تقوم بفورماتات عديدة لجهازك. طبعا هذه المرحلة أذكر بأنها قد تستغرق وقت طويل جدا
على حسب يعني حجم الملفات، وعلى حسب يعني نوع الملفات التي قمت باختيارها قبل هذه المرحلة. فقد شرحنا يعني إذا كنت تبحث فقط عن الصور تقوم بوضع العلامة على الصور أو الفيديوهات أو المقاطع إلى غير ذلك، وإذا كنت تريد يعني البحث عن الجميع فقلنا بأنك تضع العلامة على يعني ذلك المربع ويتم البحث. الحين في حالتي أنا شخصيا اخترت جميع الملفات، فيتم يعني الحين البحث عليها. وهذه المرحلة بالنسبة لي أنا شخصيا سوف تأخذ وقت طويل جدا، 6 ساعات يعني على أقل تقدير. بطبيعة الحال إذا كنت مهتم باسترجاع بياناتك الخاصة دعه يعني يبحث عليها يعني هذه المدة. قد تكون عندك شخصيا يعني ساعتين، ساعة، 3 ساعات على حسب حجم الملفات. في حالتي أنا شخصيا قمت بعمل فورمات عديدة جدا لجهازي، وهناك مجموعة من الملفات التي تم فقدانها، بالتالي سوف تستغرق الحالة عندي أنا شخصيا 6 ساعات. لهذا على أساس يعني أوريكم طريقة يعني استرداد الملفات بعد يعني حفظ الملفات بعد استرجاعها عبر هذا البرنامج. سوف أدعه أنا شخصيا يبحث عن قليل يعني ملفات قليلة فقط وقم بإغلاق العملية. أنتم ما عليكم فعله ودعوا يعني أن تدعونه لحين ما يكتمل استرجاع جميع الملفات. نلتقي بعد قليل أحبابي في الله. طيب الحين أحبابي في الله يعني أنا شخصيا وصل إلى هذا المستوى وقد تم استرجاع بعض يعني قليل من الملفات. طبعا لن انتظر هذه المدة بشكل كامل على أساس يعني أقوم بإتمام هذا الدرس وأوريكم طريقة حفظ يعني بعض الملفات التي تم استرجاعها. فما عليكم أنتم على أساس يعني مشاهدة جميع الملفات التي قمتم بفقدانها من بعد يعني عملكم لفورمات لجهازكم مرات عديدة، يعني الانتظار لحين ما يكتمل الخط هنا واسترجاع جميع هذه الملفات. في حالتي أنا شخصيا الحين سوف أقوم بإغلاق هذه العملية. اضغط على كونسيلر يس. فكما تشاهدون يعني الحين من بعد ما يتم يعني استرجاع جميع الملفات الخاصة بكم فسوف تنبثق مباشرة يعني نافذة بهذا الشكل. هنا مجموعة من البارتيسيون كما تشاهدون التي تم يعني التي بطبيعة الحال يعني تم يعني استرجاعها من بعد يعني عمل فورمات. فعلى أساس استرجاع جميع هذه الأشياء مثلا بارتيسيون على حدة، كل بارتيسيون على حدة تقوم بوضع العلامة عليها هنا ثم تضغط على النيكست هنا وتصبر لحين ما يعطيك جميع الملفات التي تم استرجاعها من هذه البارتيسيون أو هذا القسم الخاص من الهارد ديسك القرص الصلب بطبيعة الحال. فقد تجد مجموعة من البارتيسيونات على حسب يعني الأقسام التي قمت بتقسيمها أنت شخصيا وعلى حسب عدد الفورمات التي يعني قمت بها على جهازك. فالحين يتم استرجاع جميع الملفات الخاصة بهذه البارتيسيون أو هذا القسم. ننتظر لحين ما يتم استرجاعه أحباب في الله يعني فقد تم استرجاعه أصلا ولكن يتم التعرف عليه الحين ويعني مباشرة سوف يعني تظهر عندي وسوف أقوم بحفظها وأرجع مرة أخرى إلى البارتيسيون 2 وأقوم بنفس العملية أضغط عليها ثم أضغط على النيكست ونفس العملية للبارتيسيون 4 والبارتيسيون 5 إلى غير ذلك على حسب يعني دائما عدد التقسيمات الخاصة بالهارد ديسك على جهازك بعد يعني قبل يعني عمل فورمات عديدة لجهازك. ننتظر أحبابي في الله. لاحظوا معي أحبابي في الله يعني الحين دخل إلى هذه الصفحة يعني التي تظهر فيها يعني القرص صلب الرئيسي سي، وهنا يعني التقسيمة الأولى الخاصة ب يعني القرص صلب الرئيسي الخاص بجهازك أي سي والدي أو سي إلى غير ذلك. فالحين سوف نفتح القرص سي الذي يثبت فيه يعني الويندوز إلى غير ذلك. فنقوم بالضغط هنا فستجد مجموعة من الملفات التي تم استرجاعها كما تشاهد يعني
الملفات التي هي موجودة داخل بروجرام فايلز، يعني فرائع جدا يعني البرنامج. ملفات أيضا الويندوز، فعلى أساس استرداد مثلا بعض الصور إلى غير ذلك تفتح دائما ملف وين بيقول يوزر، وهنا نضغط هنا بهذا الشكل وسوف يعطيك مجموعة من الملفات والأخرى. الملفات الموجودة في الديسكتوب يعني الدوكومنت داونلود، الملفات التي قمت بتحميلها والتي هي موجودة في يعني مجلد الدوكومنت او الداونلود الى غير ذلك. مثلا انا سوف افتح هنا يعني ملف الفيديوز، يعني اريد استرجاع بعض الملفات الخاصة بالفيديوز، فتم استرجاعها. فقط افتح يعني اضغط على فيديوز، كما تشاهدون يعني فقط تم استرجاع مجموعة من الفيديوهات الموجودة في يعني الجهاز من قبل يعني عمل فورمات له. فعلى اساس استرجاعهم مباشرة احبابي في الله اقوم بتعيينها بشكل كامل، يعني الاشياء التي اريد يعني الفيديوهات التي مثلا أريد استرجاعها، فأضغط عليها بهذا الشكل، أقوم بوضع العلامة على الجميع ثم أضغط على النكست مباشرة. ونفس العملية بالنسبة للصور بيكتشر، هنا تضغط عليها وتقوم بتعيينها هي الأخرى إذا حببت ذلك. فالأشياء التي تريد استرجاعها تقوم بتعيينها جميعا ثم تضغط على النكست هنا. بعد الضغط على النكست وهنا سوف تختار المكان الذي تريد يعني حفظ فيه هذه الفيديوهات او الصور التي تريد استرجاعها. ففي حالتي سوف اختار انا USB يعني او قد تختار يعني القرص يعني دي، فانا عندي على جهازي مقسم الى قسمين، يعني هناك الدي كما تشاهدون يعني القرص يعني القسم الدي، والقرص يعني القسم دائما الرئيسي للقرص صلب الخاص بجهازي السي. وايضا هناك يعني اف يعني الخاص بالفلاش ميموري التي قمت بوضعها الحين على جهازي. تقوم بوضع اذا حببت فلاش ميموري وتقوم بالضغط عليها هنا، وسوف تحفظ هذه الفيديوهات او هذه الصور التي تريد استرجاعها فقط بالضغط على فلاش ميموري او القسم دي او اي مكان تريد حفظ فيه هذه او حتى في سطح المكتب يعني. فسوف نختار مثلا سطح المكتب، اقوم بحفظها في سطح المكتب ثم اضغط على النكست ثم تضغط على اوكي، ومباشرة كما تشاهدون فقد تم استرجاعها. كما تشاهدون هذا هو الملف، اقوم بفتحه وسوف اجد فيه يعني هذه الفيديوهات. اقوم بفتح يوزر حسين فيديوز، ولاحظوا معي فقد تم استرجاع هذه الفيديوهات بطريقة بسيطة جدا احبابي في الله. تستطيع استرجاع جميع بياناتك الخاصة بعد عمل يعني الاف من الفورمات عبر هذا البرنامج. اضغط على باك يعني للرجوع دائما الى الوراء، واقوم بتعيين دائما القرص صلب الخاص بجهازي الاخر الذي تم استرجاعه. فكما تشاهدون هنا يعني مجموعة من يعني المرات يعني التي قمت بها يعني بعمل فورمات لجهازها. سوف تجدونه هنا يعني القرص صلب الرئيسي الخاص بجهازك الاول، القرص صلب الرئيسي الخاص بجهازك الثاني، يعني المرة الثانية التي قمت بعمل فيها يعني فورمات لجهازك، والمرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. كما تشاهدون عديدة هي المرات التي قمت بها يعني بعمل فورمات لجهازي. بالتالي أنا الحين في المرحلة الأولى استرجعنا جميع الملفات. أروح يعني المرحلة الثانية وأضع العلامة على هذا الأيقونة الموجودة هنا، وأقوم دائما بنفس العمل النكس، وأقوم باسترجاع جميع بياناتي الخاصة بهذه الطريقة البسيطة وبهذا البرنامج القوي. أتمنى أن الدرس قد رق لكم أحبابي في الله، وأنا متأكد يعني بأنكم سوف تسترجعون جميع بياناتكم الخاصة التي قمتم بفقدانها بعد عمل يعني فورمات عديدة لجهازكم عبر هذا البرنامج الصغير وعبر هذه الطريقة البسيطة والسهلة جدا للجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا دائما زيارتنا على يعني صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حلف981 فول، وأيضا زيارتنا على صفحة موقعنا www.igli5.com. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.